بأهمية رياضة المشي في التوازن البدني والنفسي للإنسان. رحالة لهواة المشي بطنجة إلى توسيع وإغناء ثقافة المشي بربطها بروح الاستكشاف وتقصي النوع الذي يهم ويسم الأمكنة، وكذلك التنبيه على أهمية اصطحاب الأسئلة الثقافية والحضارية والاهتمام بالبيئة والتراث الأثري والأنثروبولوجي، وكذلك توظيف كل الوسائل المتطورة لتوثيق كل من ما تزخر به الطرق والمسالك التي يسلكها المشاة ببلادنا. نبدأ بعرض برنامج أيام الرحالة في دورتها الثانية تحت شعار الصورة رسالة مشاء. ابتدأنا البرنامج في صبيحة اليوم بندوة صحفية لا بد أن يكون ابن بطوطة طنجاويا. لو أن طنجة لم تنجب إلا ابن بطوطة لكفاها فخرا. جنتي سبحانك يا فرحتي، سبحانك يا فرحتي، الله ربي حبيب قلبي ونور دربي، الحمد لك والشكر لك ولا شريك لك، الله ربي حبيب. حفل افتتاح أيام الرحالة في دورتها الثانية شمل فقرات متنوعة، فقرات فنية، وصلات إنشادية من أطفال الكشفية المغربية الحسنية. ما كان مميزا هو فترة التكريمات. كرمت جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة عضوين مرحومين، أخ بلال الحراق رحمة الله عليه والمرشد بلال يزيد من مدينة الشاون. أيضا تم تكريم الإعلامي الشاعر والمشاء عبد اللطيف بن يحيى. نتواجد اليوم في هذه القاعة التاريخية في النسخة الثانية لأيام الرحالة التي تنظمها جمعية الرحالة لهواة المشي بمدينة طنجة، وهذه النسخة الثانية هي يمكن نقول عليها أنها نسخة متميزة بطبيعة الحال نظرا لتراكم الخبرة بالنسبة للنسخة الأولى، وثانيا لأن الجمعية نظرا للإشاعة ديالها في مدينة طنجة والبرامج النوعية اللي كتقوم بها، الأنشطة النوعية اللي كتقوم بها في مدينة طنجة. لا أحد يملك حقا والله يحلم بيننا.